انه يحصل الكوره قبل ما تصل للاعب. هنا شاهدنا هنا اللاعب هنا المفروض المعز يطلع قبل اللاعب ده يستلم الكوره. واذكر انه المعز في مباراه المريخ في نفس الكوره دي اتلعبت وكانت ماشيه لكالتشي وكان ممكن تكون هدف، لكن المعز طلع ويتعامل معاها بغضة ايده وحرم كالتشي من انه يسجل هدف. نجي للكوره دي هنا الخروج بتاع المعز سليم، طلع في، لكن ما كان في داعي للخطأ ده، لأنه كان ممكن الحكم، خاصة نحن الحكام الأفارقة يعني بنعرفهم جيد، وكان ممكن يعني يتخذ قرار أو تكون ضربة جزاء. هنا الحركة اللي عمل الحارس ده قبل شوية، يعني احنا زي ما بننصح حراسنا باللجوء لهذه الحركات، لأنه دي المفروض تسير الخصم وهو استفزاز، وخاصة المهاجمين، وممكن الحارس يعرض نفسه نتيجة لهذه الحركات لضغط متواصل، وبل يزيد الحماس والرغبة في المهاجمين انه لابد من ان يسجلوا في هذا الحارس، ولكن هذا لم يحصل. نشوف اللقطة اللي بعدها، اللي هي هنا المعز طلع بطريقة سليمة، ولكن يعني تعامل مع اللاعب، يعني لو كان الحكم هناك كان ممكن يسجل. هنا اتلعبت ركلة الجزاء وضربة الجزاء، والمعز راح في نفس الاتجاه بتاع الكورة، ودي الطريقة السليمة انه حارس المرمى في ركلة الجزاء هو لازم يركز على الكورة والكورة فقط. هنا الحارس ده كان واقف في مكانه، ولكن المهاجم لعب الكرة للحارس في المكان اللي واقف فيه الحارس، رغم انه الزاوية البعيدة هي مفتوحة وكان ممكن يجيب منها الزاوية اليمين الحارس هي مفتوحة، لكن لعبة للحارس وبرضه هو كان سليم، لكن عمل نفس الحركة الثانية دي اللي نحن ما بننصح حراسنا باللجوء إليها. هنا طبعا يعني بعد الاربع اهداف يعني فعلا يعني المعز كان يعني فقد التركيز، انا بفتكر يعني، لان الكوره دي من مسافه بعيده وما هي الكوره اللي بتخش في